ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير دايما. جنة الله على الأراضي المصرية، أنضف وأنقى مية في الشواطئ المصرية كلها. مثلث صغير بيعه هيفك أزمة. بيع مين يا عم؟ الأراضي المصرية ليست للبيع. طب وانت عاجبك حالك كده والدولار زانق الجنيه في الجنب كده ونازل فيه دعك دعك دعك؟ برضه مش مبرر. مفيش بيع للأراضي المصرية. ومين قال لك إن إحنا هنبيع؟ امال ال 35 مليار دولار اللي انت بتتكلم فيهم دول يعني جايين بمناسبة ايه؟ الحداية بتنقط كتاكيت؟ يا عم بكره الحكومة المصرية تطلع وتشرح الموقف كامل. او الحكومة شرحت الموقف، ارتحت مفيش بيع اهو. لا استنى، عندك شراكة ايه دي اللي ب 35%، وبعدين بيقول لك هتستفاد منه طول فترة تنفيذ المشروع. طب وبعد تنفيذه مش هنستفاد منه ولا ايه؟ يا عم كل مشروع وليه ظروفه. وبعدين هو لازم الحكومة تفهمك كل حاجة يا جدع؟ في المواضيع ديت لازم الحكومة تفهمني كل حاجة. ما هو بيني وبينك الحكومة مهما طال عمرها كده كده هتمشي، لكن ابني وابنك ذنبهم ايه اللي هيورثوا الأرض ديت لما يطلعوا يكبروا يلاقوا فيهم شريك في أرضها؟ كل التعليقات اللي أنا بحكيها لك ديت تعليقات اتقالت على صفقة رأس الحكمة بين شوية مؤيدين عددهم قل وبقى قليل، وبين شوية معارضين عددهم كتير قوي. بص، ايا كانت ظروف البلد من حقك تخاف على بلدك، والامثله حوالينا كتير. المؤيد وصفها باضخم صفقه في تاريخ مصر، والمعارض وصفها خزي وعار وبيع اراضي مصريه للخروج من الازمه الاقتصاديه الحادة. انا بقى مش جاي اقول لك رايي، انا جاي احكي لك عن راس الحكمه. الحكايه بدات بتويته للاعلامي احمد موسى، ودي كانت بدايه شراره الجدل في مصر الايام اللي فاتت دي كلها. مشاكل دولار وسوق سودا بتاكل في البلد، واسعار بتزيد كل يوم، علشان يطلع علينا المذيع احمد موسى يقول ان في 20 مليار دولار داخلين مصر دفعه واحده لحل ازمه الصرف، ودي مقابل تنميه وشراكه بين مصر ودوله عربيه في منطقه راس الحكمه. واخبار كتير خرجت بقى، الحكومه بتبيع الاراضي المصريه، وناس تانية بتقول يا عم مش مهم، المهم نخلص من زيادة الأسعار، المشاكل الكابوس اللي احنا عايشين فيه ده. رأس الحكمة قرية تابعة لمدينة مرسى مطروح على الساحل الشمالي لمصر شرق مدينة مرسى مطروح، والشاطئ بتاعها بيمتد من منطقة الضبعة في الكيلو 170 لحد الكيلو 220 لمنطقة مرسى مطروح اللي هم حوالي 85 كيلو متر. زمان كانت قرية قديمة فاضية ما بيسكنش فيها حد، لحد سنة 1948 يجي الملك فاروق يقلبها عزبة خاصة ليه وأسرته، ويعمل فيها قصر ومنتجع سياحي هو وأسرته علشان يستجم ويريح دماغه من دوشة الشعب، علشان تيجي ثورة 52 ويتشال الملك فاروق، وهنا اتركنت رأس الحكمة على الرف. اللي ساعتها مصر كان عندها مشاريع كتير محتاجة تنمية أهم من رأس الحكمة بكتير، زي مثلا تحسين الملاحة في قناة السويس، وبناء السد العالي، واستصلاح الأراضي على ضفاف نهر النيل، لحد ما جه عام 1975 علشان الرئيس السادات يصدر أمر بوضع اليد على هذه القرية ومنع الاقتراب منها ولا التعمير فيها. وده بسبب ايه؟ علشان كانت الخطة تحويلها لقرية سياحية، بس بسبب التمويل وقلة السيولة اتركن الموضوع تاني في الدرج زي مشاريع كتير لحد ما جت سنة 2019. ساعتها تقرر الحكومة المصرية وضع مشروع رأس الحكمة ضمن المشاريع التنمية الاقتصادية اللي هتحصل فين؟ في الساحل الشمالي، واللي كانت معروفة ساعتها برؤية 2052. والرؤية دي بتقول إن ساعتها مصر هتكون بلد نامية ومحققة النهضة ومتماسكة اقتصاديا. وفي الملف ده مصر قالت إن مدينة رأس الحكمة هتبقى مدينة عالمية، وده بسبب إيه؟ إن المدينة بتجمع بين الحياة الشاطئية والنباتية والصحراوية. ومن مميزات رأس الحكمة أول حاجة إنها بتقع على الطريق السريع مباشرة، والطريق ده اللي بيربط بين القاهرة والساحل الشمالي. تاني حاجة طول شواطئ القرية اللي بيمتد حوالي 50 كيلو، إن الرمال كلها ناعمة وشواطئها باللون الفيروزي المتميز. والميزة الأكتر حاليا إنها قريبة من مدينة العلمين الجديدة. وبكده رأس الحكمة اختيار موفق ومميز في الوقت الحالي. طيب الكلام اللي بيتقال إن مصر بتبيع أرضها إيه نظام؟ بص، هي الشائعات كتير، بس الأهم من الشائعات قلة ثقة المواطن أو الناس في الحكومة الحالية. الحكومة الحالية ما سألتش نفسها لو لمرة واحدة ليه الناس ما بقتش تثق فيها خالص؟
وليه الناس دلوقتي بتختار السيناريو الأسوأ دايما، مع ان نفس الناس ديت في 2013 كان عندها استعداد تبيع كليتها عشان النظام ده ينجح؟ يبقى اكيد في مشكله وحلقه مفقوده بين الناس وبين الحكومه. المهم بعد كلام كتير خرج علينا رئيس الوزراء وقال الكلام ده، وهي الخاصة بمشروع تنمية منطقة أو مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي في مصر. والحقيقة يمكن أنا عايز أتكلم على هذا الموضوع عشان نضع كل الأمور في نصابها. تنمية رأس الحكمة بتأتي في إطار مخطط التنمية العمرانية لمصر لعام 2052. المشروع زي ما قلت لحضراتكم شراكة ما بين الدولتين الشقيقتين. الجانب المصري ممثل في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اللي هي الجهة المعنية دائما بتنمية المجتمعات العمرانية الجديدة، والجانب الإماراتي ممثل في شركة أبو ظبي التنموية القابضة واللي بيرأس مجلس إدارتها والرئيس التنفيذي معالي الوزير محمد السويدي. أنا عايز أقول لحضراتكم إن هذا المشروع يأتي بنفس الآلية اللي الدولة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتعملها مع كل المطورين والقطاع الخاص. بنخصص أرض للمطور، والأرض دي الدولة مقابل هذه الأرض بتاخد مقدم نقدي، وأيضا يكون ليها حصة من أرباح المشروع عشان نعظم من أصول الدولة. منطقة أو ما يطلق عليه مدينة رأس الحكمة الجديدة اللي هتبقى مساحتها في 170 مليون و8 من 10 متر مربع، يعني أكثر من 40,600 فدان. المشروع ده هيتضمن أحياء سكنية لكل المستويات، فنادق عالمية على أعلى مستوى، منتجعات سياحية، مشروعات ترفيهية عملاقة تبقى موجودة، بالإضافة إلى كل الخدمات العمرانية اللي بنلاقيها في كل مدينة. بالإضافة لده وخارج أرض المشروع تم الاتفاق إن هيتم تطوير وإنشاء مطار دولي جنوب المدينة. سيتم تخصيص أرض لوزارة الطيران المصرية، وهيبقى من خلال قانون التزام المرافق العامة اللي بيستخدم في الدولة المصرية سيتم التعاقد مع شركة أبو ظبي التنموية لتطوير وتنمية المطار، ويكون للدولة المصرية حصة من عوائد اللي بتطلع من هذا المطار. ما هو الاتفاق المالي لهذه الشراكة وهذه الصفقة؟ الصفقة زي ما قلت لحضراتكم هتتضمن شقين، شق جزء مالي يسدد كمقدم، وجزء حصة من أرباح المشروع. طول مدى المشروع سيكون للدولة المصرية حصة من أرباحها. نأتي للشق المالي اللي هو المقدم، سيتضمن استثمار أجنبي مباشر يدخل للدولة المصرية في ظرف شهرين بإجمالي 35 مليار دولار، هيقسموا على دفعتين، الدفعة الأولى خلال أسبوع بإجمالي 15 مليار دولار، والدفعة الثانية بعد شهرين من الدفعة الأولى بإجمالي 20 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك سيكون للدولة المصرية 35% من أرباح المشروع. لكن هناك شق مهم جدا آخر، إن بخلاف هذه الأموال الجانب الإماراتي اللي متوقعه إنه هيستثمر علشان ينمي هذه المدينة طوال مدة المشروع ما لا يقل عن 150 مليار دولار. لن يقل بأي صورة من الصور حجم التدفق السياحي فقط على هذه البقعة من مصر ما لا يقل عن 8 إذا ما كانش أكتر من كده مليون سائح. الدولة المصرية والحكومة المصرية ملتزمة تجاه أهالي مطروح اللي موجودين على هذه الأرض المخصصة للمشروع بتعويضهم تعويض كامل نقدا وعينا. أهم ما قال رئيس الوزراء في الموضوع ده كله إن الموضوع مش بيع وإن هو شراكة. بس استنى بقى، أسئلة بسيطة جدا دارت في دماغ المواطنين في الفترة اللي فاتت بعد كلام رئيس الوزراء. يعني إيه شراكة ب 35% بس؟ ويعني إيه هتستفاد ب 150 مليار دولار أثناء تنفيذ المشروع بس؟ طب وبعد تنفيذه إيه اللي هيحصل؟ يعني بالمعنى أصح، هل الشراكة دي دايمة ولا الوقت معين؟ والسؤال الأهم بالنسبة لنا بقى، لما هو مشروع مهم أوي 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 كده، والمستثمر أكيد مش عبيط، مش هيستثمر فلوسه في حاجة ما بتكسبش، ودي التوقعات بتقول إن في 8 مليون سائح هيزوروا المدينة ديت كل سنة. ليه بقى الحكومة ما عملتش المشروع ده بدل مشاريع كتير ما كانش فيها ربح أو ما طلعتش ربح للدولة؟ وده بقى كان هيبقى مشروع كويس وهيدخل عملة صعبة للبلد، وكان هيفيد البلد جدا. وساعتها ال8 مليون سائح اللي هيخشوا هيدخلوا عملة صعبة، فكنا هناخد العملة الصعبة ديت نبني بيها المشاريع الجديدة، وما كناش وقعنا في الأزمة الاقتصادية اللي احنا فيها دلوقتي. وكان قصاد ده كله الأسعار مش هتزيد، اللي هي بتزيد بسبب أزمة الدولار. ده سؤال محتاجين الحكومة ترد علينا فيه، وأسئلة كتير المفروض الحكومة ترد عليها. بس أهم ما في السؤال ده الحكومة تسأل نفسها، ليه المواطن ما بقاش عنده ثقة فيكي وبقى يروح للسيناريو الأسوأ دايما؟ وأنا أعتقد إن الحكومة استثمرت في حاجات كتير قوي الفترة اللي فاتت، بس نسيت تستثمر في المواطن اللي ما بقاش عنده 10% ثقة في الحكومة، وأي مشروع جديد الحكومة بتعلن عنه بقى المواطن متوقع فشله، وبقى متوقع إن الحكومة دايما هتبيع الأراضي المصرية للخارج. فللأسف الحكومة محتاجة تشتغل على نفسها تاني عشان ترجع ثقة المواطن فيها، علشان الاستثمار في المواطن كان هيبقى أنجح مشروع للحكومة. وفي الآخر كلنا بنتمنى التوفيق والنجاح لمصر الحبيبة، ومفيش مواطن على وجه الأرض يتمنى إن بلده تقع. يا رب كل من أراد لمصر خير وفقه، وكل من أراد لمصر سوء فاجعل كيديه في نحره. وكلنا بنتمنى التوفيق للجميع لصالح مصر ولصالح المواطن المطحون. وفي الآخر ما تنساش تدعي لإخواتنا في فلسطين ربنا ينصرهم ويثبت أقدامهم، وما تنساش تصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وما تنساش تسيب لنا تعليق تقول رأيك فيه في الحلقة ديت.
وما تنساش تتابعنا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي الفيسبوك واليوتيوب والانستجرام. اشوفكم على خير واتمنى لكم السلامه. سلام.